السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ الموضوع بإن الست ما قدرتش تتحمل ألم فراق الابن، فرنت على الشيخ تسأله: يا شيخ، أنا ابني يا شيخ مقاطعني بقاله مدة يا شيخ، ما بيكلمنيش يا شيخ، بيجيب الخضار أو الفاكهة بيخبيها مني ويطلع يديها لمراته. يا شيخ، أنا تعبت ومرضت وجات عربية الإسعاف نقلتني المستشفى، وابني ما فكرش إنه يتحرك ورايا، ولا حتى لما رجعت البيت ما هنش عليه طيب خاطر بكلمة ويجي صالحني ويرضيني، أو حتى يقول لي ألف سلام عليك يما. يا شيخ، أنا ابني طول ما هو بره مع إنه مقاطعني وما بيكلمنيش ما بقدرش أنام، بفضل قاعدة سهرانة، حتى لو هيقعد للصبح بفضل سهرانة الصبح كله أو الليل كله لغاية ابني ما يرجع. يا شيخ، ما بقدرش انام واطمن الا لما اسمع رجله طلعت على السلم وفتح باب شقته ونام، لولا كده قلبي يرتاح واعرف انام. يا شيخ، يا شيخ، انا ابني مش عارفه اعمل ايه معاه. انا حتى حاولت ان انا اتكلم معاه وهو ما ادانيش فرصه للاسف. يا شيخ، ما ترد يا عم الشيخ، انا بكلمك انت. على فكرة الحاجة ما رنتش على الشيخ ولا حصل الحوار ده خالص، أنا بس حبيت فعلا إن أنا أتكلم في حوار زي ده. والله حرفيا في ناس فعلا بتقاطع أمها، بتقاطع أبوها، بتقاطع أخوها، بتقاطع أختها، بتقاطع أقرب الناس ليها. صلة الأرحام لا يجوز والله. طب اسمع، أنا هقول لك على حاجة حلوة، مفيش أفضل من الكتاب ده، كلام الله. القرآن الكريم هو كلام الله، وهو أصدق القائلين، الله جل وعلا أصدق كلام وأفضل كلام وأجمل كلام. إذا فتحت على سورة الإسراء هتلاقي في بداية الربع الثاني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف، حرفين بس، حرام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب ارجع كده شوية صفحة كمان، هتلاقي في أول سورة الإسراء في آخر الصفحة من تحت: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اللي انت عملته ده لنفسك، خير لنفسك، شر لنفسك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الآية اللي بعد منها في أول تاني صفحة من فوق: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ربنا يبعد عنا وعنكم يا رب عذاب جهنم. ولكن صلة الرحم خاصة الأم والأب لا يجوز تماما. شلتك 9 شهور ورضعتك وكبرتك وأطعمتك وشربتك وعلمتك علشان انت تقاطعها علشان خاطر مراتك. مراتك ايه يا عم الحاج؟ دي أمك. والله اعلم أنه كما تدين تدان. هتقاطع أمك هيجي ابنك هيقاطعك، أو بنتك هتقاطعك. والدنيا لا تدوم فدوام الحال من المحال ما بين طرفة عين وانتباهتها كده يغير الله من حال إلى حال. اتق الله في نفسك، دعوتك مش هتستجاب يا عم الشيخ. وربنا بيخاطب صلة الرحم وبيقول لها: وعزتي وجلالي من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت فاتقوا الله في أنفسكم وفي أرحامكم.